باكستاني. انا مصطفى حلو. انا مصطفى هادشي انت انا مصطفى الناس اللي كتبغي تموت يجيو يحلموا. اخوان في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نعرفوا واحد جوج ديال الاعمال اللي داروا واحد الصدى اللي هو كبير في المغرب وخارج المغرب، واللي هو المسلسل الكوميدي اوشن والفيلم الكوميدي الاخوان. غادي نبداو بالمسلسل الكوميدي اوشن اللي تصدر في القناه المغربيه دوزين في شهر رمضان في 2018، حيث كان بإنتاج القناة الثانية وكان كيدوز بعد الإفطار. أجي دابا ونعرفوا شنو هي الكلمة ديال أوشن، أشنو كتعني هاد الكلمة ديال أوشن. أوشن هي واحد الكلمة أمازيغية اللي كتعني باللغة العربية الذئب. هاد الفيديو هذا اللي كتواجد فيه بزاف ديال المغامرات والحكايات اللي هي كثيرة بزاف، واللي الأساس ديال هاد المسلسل هذا هو أنهم خصهم يمشيو يقلبوا على واحد الكنز اللي المعلمة ديالو تاريخيا اللي هي كبيرة. ويجي دابا ونعرفوا شكون اللي تعطات الادوار لهذا المسلسل هذا، شكون هما الممثلين اللي لعبوا في هذا المسلسل، واللي لعب كلهم الدور ديال الفكاهه عزيز دداز ومحمد باسو، واللي كيتواجد ايضا فيه دور ديال الدراما اللي لعبها اسامه البسطاوي ودليله بنعيلات. واللي الخلاصه ديال هذا المسلسل هذا وركزوا لي على اسامه البسطاوي اللي لعب الدور ديال استاذ جامعي اللي لعب عليهم في ديك الرحله كامله وديك المغامرات ودوك المشاكل اللي دازوا بعضياتهم، لعب عليهم الدور ديال البريء واللي صدمهم في الاخير ودار لهم كل شيء، دار لهم كاع الكنز اللي كان معاهم. واللي ايضا هذه رساله اللي هي قويه وزوينه بزاف اللي كتقول لك يعني ما بقاتش الثقه بتاتا. واللي واخا عزيز دداس وايضا محمد باسو والباقيه اللي كانوا يمثلوا معاهم الدور جاهم واحد الخبر في الاخير ديال الحلقه اللي عيط لهم واحد الخبير ديال الكنوز في دوله مصر باش انهم يجبدوا واحد الكنز اللي احسن من هذاك اللي كانوا كيقلبوا عليه. وتا هذه هي رساله اللي هي زوينه بزاف اللي كتقول الا مشات الحاجه كتجي ما احسن منها. ودابا الاخوان غادي ندويو على الفيلم ديال الاخوان. الفيلم ديال الاخوان اللي تصدر في القاعات السينما يوم الاربعاء 11 ماي 2023، واللي هو في الاصل ديالو فيلم كوميدي، وكذلك الفكره والحوار والاداره الفنيه وكاع اعضاء مكونات الفيلم كان باداره طاليس. واللي في هذا الفيلم هذا جمعوا واحد جميع الممثلين المحترفين اللي مثلوا في هذا الفيلم هذا، كانوا العناصر الاساسيه اللي مثلوا في هذا الفيلم هذا اللي كما شفتوا طاليس وسعيد وديع. ايضا في الجانب الفكاهي كل من رشيد رفيق وكذلك صلاح الدين بن-موسى والباقيه. واللي كيحكي هذا الفيلم هذا على واحد الثلاثه ديال الصحاب اللي كيعيشوا الفقر والبطاله ولا غيدوزوا بواحد المراحل اللي هي صعيبه بزاف، واللي تجمعوا ثلاثه ديال الصحاب وفكروا انهم باش يديروا شي حاجه اللي تخلق لهم درجه كبيره، واللي لعب الدور ديالها كل من سعيد وديع وطاليس. وفعلا هادشي اللي داروا اتفقوا مع واحد السيده انهم باش يصوروا واحد الفيديو اللي نوض عليهم نص الضجه. واللي المعلومه بان هذا الفيديو هذا راه 8 سنين وهو كيتصور، يعني 8 سنين هما كيخدموا فيه. واللي هذا الفيلم هذا كيحكي على المعاناه ديال الشباب وبزاف ديال الحوايج فيهم واحد الرسائل اللي هي قويه على الشباب، وهذاك الشيء علاش كان العنوان ديالو الاخوان. ودابا الاخوان غادي نعرفوا شنو هو الشبه اللي كاين في المسلسل والفيلم. هاد الشبه الاخوان كيتواجد في الممثلين اللي مثلوا في المسلسل وفي الفيلم، اللي كيتواجد واحد التناسق اللي هو كبير في الفيلم والمسلسل. من الناحيه ديال المسلسل اللي شفنا واحد التناسق اللي هو بين محمد باسو وكذلك عزيز دداس وبقيه الممثلين، وكذلك اللي لعب الدور ديال الاخوان اللي ثلاثه منهم طاليس وسعيد ووديع لعبوا واحد الدور ديال الصحاب، واللي كيتواجد ايضا فيه الاحترافيه والجوده والكاليتي لا ديال الفيلم ولا ديال المسلسل. وهنا الاخوان حنا سالينا الفيديو، ما تنساش انه الا عجبك الفيديو انك تسيبورتي القناه ودير شي جيم او شي كومونتير تبارطاجيها مع صاحبك الا عجبك الفيديو، وتقول لي الراي ديالك في كومونتير واش عجبك الفيلم ديال الاخوان ولا مسلسل ديال وشن.